لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. متخصص في الديربي، بطل اخر فرحة نصراوية. تالي جول البرازيل يبدأ الفرحة النصراوية. البرازيل يبدأ الفرحة والرد النصراوي. البرازيليرو يقول انا هنا. افرح يا نصراوي، افرح يا نصراوي. تاليسكا قالها بالبداية، انا نصراوي انا نصراوي. ثواني قبل ما تكمل الدقيقة هذه لمسة افضل لمسة باليمين. تسلم يمينك بالتأكيد. مقولة نصراوية الان في هذه اللحظة المنتظرة على بونو. تاليسكا يأتي باللمسة باليمين ليست باليسار، معاكسة أمام البلاهي ليظهر بهذه اللحظة ويقول أنا تاليسكا أنا نصراوي. نقفل هذه اللقطة نتابع كيف وضع مترو نعم في موقف تسلل واضح متروفيتش وجاهز بالتأكيد. وصلنا الكرة لكن ما كان في وضع سليم جيري الكرة. لذلك أقول في أي لحظة هذا المترو وصولا للشباك أمر حتمي إذا كانت الكرة أمامه. هنا فهد بن نافل هذه اللقطة نتابع كيف وضع مترو نعم في موقف تسلل واضح متروفيتش وجاهز بالتأكيد. وصلنا الكرة لكن ما كان في وضع سليم جيري الكرة. لذلك أقول في أي لحظة هذا المترو وصولا للشباك أمر حتمي إذا كانت الكرة أمامه. اللي يحتفل لكن الحكم رفع الراية وهنا تفاجؤ تاليسكا الجاهز في أي لحظة لمباغتة الهلال. على فكرة الموضوع في كلام في الباب. شوف الكرة اوه لا بنسبة كبيرة متسلل. نعم متسلل تاليسكا فبالتالي عن قرار صحيح من حيث المباراة ولن يكون هناك تدخل من الفار لأنها واضحة حتى ما تحتاج خط التسلل. يحتفل لكن الحكم رفع الراية وهنا تفاجؤ تاليسكا الجاهز في أي لحظة لمباغتة الهلال. على فكرة الموضوع في كلام في الباب. شوف الكرة اوه لا بنسبة كبيرة متسلل. نعم متسلل تاليسكا فبالتالي عن قرار صحيح من حيث المباراة ولن يكون هناك تدخل من الفار لأنها واضحة حتى ما تحتاج خط التسلل. شوف الكرة اوه لا بنسبة كبيرة متسلل. نعم متسلل تاليسكا فبالتالي عن قرار صحيح من حيث المباراة ولن يكون هناك تدخل من الفار لأنها واضحة حتى ما تحتاج خط التسلل. اللعبة كيف اوتافيو في اليمين بصمة بيولي هنا سليم ابعاد البلاهي بروزوفيتش سدد هنا قد يكون في موقف تسلل تاليسكا لذلك يلغى ثاني الاهداف لهذا اللاعب اللي تدريب الخيبري للعمل خلفهم بالحمايه، لكن عمل تاليسكا وعمل ماني وكريستيانو رونالدو وخصوصا على وجه خصوص ماني وتاليسكا قدر انه يستغل حظوه بسيطه من التنظيم الدفاعي للهلال ككل في المباريات الاخيره. كويستشن مارك اعتقد انه نجح. تغيير عناصر ما اعتقد دور 10 دقائق ربع ساعه يحتاج تغيير عناصر. كابتن حيسن تكلم على انه النصر دخل بمجهود بدني كبير، هل يستطيع الاستمرار في هذا؟ يبحث ايضا عن هدف مفاجئ في الشوط الثاني في بدايته. على الشكل اللي احنا شاهدناه والشكل اللي هو تقريبا 4-2 شوف انه مناسب صراحه جو المباراه هذه، خاصه انه النصر استقبل كثير لكن كان لما يمسك الكره خلصنا مع الهلال. الخطر الازرق
مستحيلة ما لاح الرأسية. لودي تكمل وكان لاعب جديد. هذا الارتقاء والرأسية والضربة. عدل الهلال عبر سافيتش بهذه الطريقة. لا تغدر الهلال. الخطر الأزرق لا ينتهي إلا مع الصافرة. يا هيروح لأجانب.